مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإرثية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. معكم فيها قاسم أحمد، ونستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. اجتماع في مدينة مندفر حول فرص وتحديات السلام. جهود موردية للتعليم الماشية في ملبسون. منتخب إريتريا يفوز بطواف أوميسا بونغو للدراجات. حكومة كردستان العراق تدين اقتحام معسكر الجيش التركي قرب دهوك. روسيا والصين تعرقلان مسعى أمريكا في الأمم المتحدة لتأييد غوايدو. المبعوث الأمريكي لأفغانستان يؤكد إحراز تقدم في المحادثات مع طالبان. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقد في مدينة مندفر اجتماع يوم 24 من يناير بشأن مرحلة السلام الجديدة وفرصها وتحدياتها. وقدم مدير مديرية مندفر السيد هزائياس وهبت توضيحا مفصلا حول الأوضاع الراهنة وتطورات السلام، داعيا للدفع قدما بالتنسيق الذي شهدته انتخابات مدراء الضواحي ولجان القرى وحملة التطعيم ضد الحصبة وأنشطة نفير النظافة وحماية التربة وحفظ المياه. وقدم توضيحا بشأن أوضاع الخريف والشتاء، وبحث مع المشاركين الدعم الحكومي والمجتمعي للمزارعين المحتاجين. وأشار التقرير المقدم في الاجتماع عن تقديم مساعدات ب 9750 كنتالا من الذرة و39 كنتالا من الطاف ل 390 أسرة الشهيد، ومبلغ نقدي بأكثر من 250 ألف نافة ل 507 أسرة في إطار مساعدة المحتاجين. وطلب الاجتماع لمواصلة الدورات التدريبية الإدارية وحل ناقص السيارات الإسعاف. أعرب سكان ضاحية ملبسو بمديرية حلحل عن ارتياحهم لخدمات تطعيم الماشية في الضاحية. وأوضح السكان أن تجميع القرى ساعد لتطعيم الماشية ودرء الأمراض الحيوانية والأمراض المتنقلة من الحيوان إلى الإنسان. وأشار سكان ملبسو أنهم لمسوا بأن تجمع القرى أساس التطور من خلال سوق الماشية النشط والأعمال التجارية الأخرى وإرسال الخدمات الاجتماعية حسب أولوياتها. وذكر مدير ضاحية ملبسو السيد محمد علي صالح عن وجود مؤسسات تعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، ومؤسسات صحية وخدمات المواصلات والهاتف النقال والكهرباء المستدامة والمياه. ويقطن ملبسو التي تبعد مسافة 60 كيلومتر إلى الشمال من مدينة كرن أكثر من 8000 نسمة. فاز منتخب إريتريا للدراجات الهوائية لطواف أوميسا بونغو 14 الذي استضافته دولة الغابون في غرب أفريقيا. وضم المنتخب الإريتري في سباق الدراجات الهوائية الذي استمر من 21 وحتى 27 من يناير في 7 مراحل ومشاركة 14 فريقا. ضم الدراجون دانيال تخلهيمانوت ومتكل إيوب وهينوك مولو برهان وبنيام جرماي وسيراك تسفوم وآرون دبرسين. كما أصبح الدراجة الإريتري سيراك تسفوم بطل صعود المرتفعات لطواف أوميسا بونغو لعام 2019، ومجيء هينوك مولو برهان في المرتبة الثانية لأفضل شاب متسابق. وعلى المستوى الفردي فاز الإيطالي نيكولو بونيغازيو عضو فريق دايركت إنرجي الفرنسي بالسباق الذي احتل فيه الدراجون الإريتريون سيراك تسفوم خامسا ومتكل إيوب سادسا ودانيال تخلهيمانوت تاسعا وهينوك مولو برهان عاشرا. وقد فاز الدراج الإريتري بنيام جرمايز 18 عاما بإحدى مراحل السباق. وشاركت في طواف أوميسا بونغو هذا العام الذي يصطف أولا في المسابقات الإفريقية منتخبات إريتريا وإثيوبيا ورواندا والجزائر والمغرب وموريشيوس والكاميرون والغابون وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى أندية فرنسية وإيطالية وجنوب أفريقيا. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا.
قال سكان ومسؤولون أكراد إن محتجا قتل وأصاب 10 آخرون على الأقل عندما اقتحموا معسكرا للجيش التركي قرب دهوك في إقليم كردستان العراق، وأحرقوا دبابتين ومركبات أخرى. وقال نجيب السعيد المسؤول الصحي الكبير في المنطقة إنه لم يتضح بعد سبب الوفاة، وقال إن الجنود الأتراك أطلقوا النار على المحتجين، وأن حرق المركبات والمعدات تسبب في عدة انفجارات. وقالت تركيا أن الهجوم نفذه أعضاء في حزب العمال الكردستاني اندسوا بين المدنيين لتأجيج الصراع بين القوات التركية والسكان المحليين. وأدانت حكومة كردستان العراق في أربيل بشمال البلاد اقتحام المعسكر، متهمة مقربين بالتحريض على الواقعة في إشارة مستترة لحزب العمال الكردستاني، وهو منافس للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يهيمن على حكومة أربيل وتربطه علاقات عمل مع تركيا. عرقلت روسيا والصين وجنوب افريقيا وغينيا الاستوائية مسعى امريكا لاستصدار بيان في مجلس الامن الدولي يعبر عن تأييد كامل للجمعية الوطنية الفنزويلية باعتبارها المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديمقراطيا في البلاد. وجاءت هذه الخطوة قبيل اجتماع لمجلس الامن بناء على طلب وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو بعد أن اعترفت الولايات المتحدة ومجموعة من الدول في المنطقة بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو رئيسا للدولة، وحثت الرئيس نيكولاس مادورو على التنحي. وتعارض روسيا مساعي الولايات المتحدة، كما اتهمتها بمساندة محاولة انقلاب، مما يجعل فنزويلا في قلب نزال جيوسياسي متصاعد. ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم السبت الدول العالم لاختيار الجانب في أزمة فنزويلا، وحث على دعم زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو والدعم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن. أكد مبعوث السلام الأمريكي الذي يقود محادثات مع حركة طالبان لإنهاء الحرب في أفغانستان إحراز تقدم خلال محادثات استمرت 6 أيام في قطر. وقال المبعوث زلماي خليل زاد إنه لم يتسنى التوصل إلى اتفاق مع طالبان، لكنه عبر عن تفاؤله وأشار إلى استئناف المباحثات قريبا. وقال مسؤولون في حركة طالبان إن مفوضين أمريكيين وافقوا على مسودة اتفاق سلام تنص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 18 شهرا من توقيع الاتفاق. ووافق المصادر طالبان قدمت الجماعة المشددة تأكيدات بعدم السماح لمقاتلي تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية باستخدام أفغانستان لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها، وهو مطلب رئيسي لواشنطن. نشر موقع أخباري صيني خبر افتتاح شركة علي بابا الصينية لفندق متطور كما لو كنت تسافر إلى المستقبل، فهو فندق يعمل بتقنيات الذكاء الصناعي في تقديم كل خدماته للنزلاء. فندق فلايزو، والذي تطبق فيه مجموعة علي بابا أحدث الأساليب التكنولوجية، يضم طاقم كاملا من الروبوتات الذكية المسخرة لخدمة النزلاء كتوصيلها للطعام والمعدات الشخصية للغرف وتلبية العديد من الطلبات بسرعة قياسية وبكل حرفية. وتقول مجموعة علي بابا إنها تخفض بشدة تكلفة تشغيل العمالة البشرية وتقضي على حاجة النزلاء للتعامل مع الأفراد. ويوضح الموقع أن الفندق يضم 290 غرفة، وأنه يستخدم تقنية تكنولوجية متطورة تسعى من خلالها مجموعة علي بابا بيعها لقطاع الخدمات الفندقية في المستقبل، بالإضافة إلى أنه تعتبر فرصة لاستعراض مدى براعة المجموعة في مجال الذكاء الاصطناعي. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذه الفترة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
فلوت منسين مخان زدليخا كيدان مفلاطن بعزخان مجمجامن تحجز نص مدب أبنتاو منسي نتمارو أم مرات عودة مرتي نزلوا موتري اتفتحن زدالو كون زماز مصنعتا بروجكت نجراتا مكلالن بعمق زبالة نعبيت مياه وتسقع مسلز غرب العكاك تحسو مدب ماجر داي كولجات داي حتمت فلتتك صحفاتن قرصتاتن سلتاتن التقاليلا حبريتان تمرتن التمجب أقدست مصحفتن نمرمر ستقوم صحفاتن زغرب الله تحسو مدب ماجر كل زحلفة تاريخهم تاريخ استفلالي في الصاميتات بوعال تزعلللو مسات زانتان دالان زحاق فعلال تمكرو نوس تحستو مدمع قريم عسال فتشات تمسطون تحستون سيلن سالاين ندحريت مليسات الزكورتات التحدث كفسنداتنا زتفلالي حبريتا بالنكاب أقدستن مهارتن امكوزولو فلتات التحدر مدمنا أفلطام زتفلالي درفتات كوميدن كالوون أكال تحستو مدمع قر كبزت علاليم نزل كالي تحستوتا زحاقفت مدمع قر وطرو أبيري تي في أبزي ساعة الزيم سلام كبرات عزتي مدب كبتجها بحرنا